يسعد لي صباحكم ومساكم يا أحلى صبايا بالدنيا. كيفكم؟ بتمنى جميعا تكونوا بخير. رجعت لكم بروتين جديد. هالمرة روتيننا حيكون على يومين، حيكون واحد منهم يوم عطلة وتاني يوم هو يوم بعد الدوام. فمثل ما قلت لكم بالعادة ببلش هيك نهارنا بفنجان قهوة على رواق. يلا انتو شو ناطرين؟ حضروا فنجان القهوة، الشاي، الشي اللي بتحبوه. تعالوا نحكي سوا شوي وندردش شوي وشارككم هذا الروتين الخفيف اللطيف. بتمنى كمان انه تحبوا فيديوهاتي، واذا عندكم اي اسئلة تسألوني اياها مشان تعطوني محتوى شاركه معكم للفيديوهات الجاي، سواء بخص البيبي بخص روتيني كأم عاملة، اي شي بتحبوا انه شارككم اياه. خبروني حتى بالتعليقات حتى اعمله بالفيديوهات الجاية. وهوني بهذا الفيديو كنت أورجيكم كيف أنا بالعادة بحضر من أول يوم لتاني نهار طبختي، وكيف بنظم أموري وقت اللي بكون عندي دوام. وفي هذا اليوم هيك بعد ما شربنا قهوتنا كانت ماما الله يخلينا إياها عزمتنا على الفطور. فرحنا أنا وزوجي وبنوتي الحلوة على الفطور. هيك كانت سالقت لنا فول وعملت لنا تسقية حمص. طبعا هيك دائما سبحان الله، قد ما الواحد طبخ وقد ما الواحد تفنن عن جد بعد أكل الأم ما في. ايه نسيت أهم شي حطوا لي لايك للفيديو، شاركوه مع أصدقائكم، حاولوا تشوفوه من الأول للأخير حتى يرتفع الفيديو يعني يشوفوه أكبر عدد ممكن من الناس وتساعدوني حتى تكبر قناتي. هلا هوني كنا ناقعين الحمص، يعني كانت ماما ناقعة الحمص قبل بليلة والفول، وجت سلقتهم بالطناجر العادية. تاني يوم هيك أخدوا معهم حوالي ساعة ونص بالطنجرة العادية مو بطنجرة البخار. وبالنسبة لتتبيل الفول كل واحد هو ذوقه، نحن بنحط له ليمون وملح ليمون وملح، وبنحط توم بس ما حطيت توم لأنه زوجي ما بياكل توم. ومن زينه زينة اختيارية، أنا بحب الرمان كتير معه، والبقدونس والبندوران جد تحسيهم كتير بيعطوها هيك نكهة مميزة. واصلا دائما الفول المسلوق عيدنا حتى لو اكلناه هيك حب عن جد طعمته بتكون مميزة ومختلف تماما عن الفول بنباع كمعلبات جاهز. يعني عن جد بتحسوه كتير مميز وبيعطي نكهة مميزة. وفي احيانا نحنا بنسلق فول وبس بنرشله كمون وفلفل وملح وبناكله هيك فول نابت، مثل ما بناكله وقت اللي كنا بسوريا. بناكله عن العربايات هيك فول نابت، او بتحطوا رشة حمض صغيرة يعني وبتاكلوه بإيدكم. هلا نحنا احيانا كمان بنعمل نوعين فول، فول بلبن وهذا الفول بالحمض والثوم. الفول بلبن بنتبله لبن وطحينة وبهار اسود وكمون و... وبهار مشكل وملح. كمان كتير بيطلع طيب. بس هوني بهذا اليوم ما عملنا تسقية، ف ما اكتفينا بنوع واحد من الفول. هوني ماما كانت مجهزة كل شيء الله يخلي لي اياه، محمصة الخبز ومجهزة البدوة تبع التسقية او فتة الحمص حسب انتو شو بتقولوا له. فحاطة فيها البدوة يعني على السريع، فيها لبن وطحينية وحمض الليمون توم حمص حمص حب يعني طحناهم سوا. وكمان شوفوا هوني نحنا ضفنا حمص حب هيك على حاله معهم يعني. هذا غير الحمص اللي بنحطه بالبدوة. وكمان بنتبله بالملح والفلفل الأسود والبهار المشكل والكمون. بنخفقهم على الخلاط، وهي هي البدوة اللي بنستعملها مع التسقية. هلا هون الزينة اختياري. رح نزينها نحنا بخبز مقلي ومكسرات وشطة حدة وسماق مثل ما شايفين. وطبعا أهم شي أهم فقرة عدا عن فقرة التزيين اللي هي ما بتكمل تسقية بلاها، هي إنكم تفقسوها فقسة، تفقسوها بالسمن البلدي. هيك تكون عندكم نوعية سمنة ظريفة عن جد غير شكل، بتعطيها نكهة كتير مميزة. وهلأ كمان شوي رح اسكت حتى اسمعكم صوت الفأسة اللي هو علامة من علامات نجاح التسقية عندكم. هلا بالنسبة للمكسرات هي ذوق شخصي، نحن بنحب الكاجو والصنوبر أكتر شي معها. هون نحن مستعملين كاجو ولوز بيجي هيك عيدان.
هيك هذا الفطور الشامي من تحت ايدين ماما، الحمد لله صار جاهز. كمان عملت لنا ماما مسبحة على ايدها، بس ما كنت ملحقتها، يعني كانت هي كان بس عم تستنانا لحتى نجي، كل شي كان جاهز. الله يخلي لي اياها يا رب، هيك يخلي لكم امهاتكم ويحفظ لكم احبابكم وكل اهاليكم. وبعد ما خلصنا فطورنا قررنا هيك نطلع شوي على الحديقة، نغير جو. فهاي الحديقة هي حديقة موجودة في حي التصميم في دبي. رح اترك لكم اسمها بالتعليقات مشان الناس اللي بالامارات اذا حبوا يشوفوا هيك حديقة جديدة يقعدوا فيها غيروا جو. اهم شي انه الدخول إلها مجاني. شايفين في قسم العاب اطفال، القسم التاني هو البحر، بتشوفوا منه البحر. وكمان بالعادة هون في قوارب انه تعملوا رحلة بحرية، بس بهذا اليوم كان في عطلة رسمية لهيك ما كانوا شغالين هدول القوارب. واحلى شي شايفين هيك بتشوفوا كل دبي منها، بتشوفوا المعالم المميزة بدبي مثل برج خليفة وابراج دبي. بصراحة كتير كتير هيك القعدة كانت بتفتح النفس وكان الجو بجنن. واكتر شي انبسطت عليه انه بنتي كتير انبسطت انه وقت طلعناها هذا المشوار الحلو. وهوني آخر شي وقت اللي رجعنا على البيت رح شارككم روتيننا المسائي كمان. شايفين ما أحلى هيك الأضواء بالليل، وكيف يعني هيك بتحسوا في شعور غريب بس تمشوا بشوارع دبي بالليل، عن جد بتحسوا بشعور كتير غريب. الأضوية وكل شي مع بعض يعني بتحسوه مميز، بيعطي شعور كتير حلو. ما بعرف أوصف لكم هالشعور، بس يعني أنا هذا المنظر شخصيا، منظر دبي بالليل كتير بياخد لي عقلي. الله يديم على دولة الإمارات الأمن والأمان، ويديم على جميع بلاد المسلمين والأمن والأمان، ويفرج عن إخواننا يا رب. لما رجعنا هون نحن ما تعشينا، بس هيك عملنا كوكتيل. فعندي هون فراولة مجمدة وموز مجمدته من قبل وحليب شوي. رح اخفقهم على الخلاط، وعن جد بس تحطوا الفواكه مجمدة بتكون نكهتها مميزة. بالنسبة للتحلية فيكم تحلوا بالسكر أو العسل، بس نحن حتى تكون صحية أكتر هوني عملت بالتحلاية عندي العسل. هيك شفتوا بتخفقون كتير منيح حتى ما يعود عندكم أجزاء من الفراولة. وشايفين هدول المظلات كتير حلوين اللي حاططهم على أطراف الكاسة، هدول جبتهم معي من سوريا. عن جد كان لازم أعمل لكم فيديو شو جبت معي شغلات مميزة من سوريا، كتير كان في قصص حلوة. وكمان بهذا اليوم حضرت طبختي لتاني يوم، فهون رح أترككم، أنا صورت لكم وأنا عم أحكي، رح أترككم مع الفيديو تشوفوا شو حضرنا. هلا هوني قبل ما انام قعدت جهز تنقيعة الكريسبي، حتى بدي اساوي كريسبي تاني يوم. هوني بالنسبة للبهارات، هاي البهار دجاج، هيل، بابريكا مدخنة، وشطة حدة، فلفل اسود، بصل بودرة، توم بودرة، 7 بهار، وهاي ملح وزنجبيل واوريجانو. وعندي هوني مثل ما شايفين برتقالة قشرتها كتير رقيقة، لهيك خليت القشرة عليها. وعندي ليمون، بس خليت القشرة على ربع ليمونة، والباقي قشرته حتى ما يعطي عندي مرار للأكل للكريسبي. يعني هون عندي الكريسبي قطعته مثل ما شايفين بهالحجم، ونقعته بمي وملح وخل. وهي كمان خل اللي رح استعمل هون، خل مع التنقيعة. وكمان هون حطيت حوالي نص كاسة من المي. هلأ بدي اخلط هاي المكونات على الخلاط مع بعض، وبعدين بنقعهم فيها. يفضل انكم تنقعوا هاي التنقيعة قبل بيوم. هلأ انا ما عندي 7 اب، بس لو عندكم 7 اب يفضل كمان تضيفوا معهم علبة 7 اب. شايفين هاي بعد ما خلطنا التنقيعة كتير منيح بالخلاط قد ما فيكن، بحس انه ما كتير يكون في قشر البرتقال والليمون ظاهر. هاي رح حركن كتير منيح مع بعض، وما بتتخيلوا ريحة البرتقال ما أحلاها. بتتركوها بالبراد ليلة كاملة. هلا هوني تاني يوم صبايا بعد مرور 24 ساعة. جهزت هوني مي باردة حصرا. هوني عندي كاستين كبار طحين مع نص كاسة نشا. وهون البهارات اللي رح تبل فيها: شطة حدة، زنجبيل، وهيل بودرة، وملح، وفانيليا. الفانيليا كتير مهمة حتى ما تعطي عندكم ريحة بالقلي، بتضل ريحة القلي طيبة. وشوية بهار مشكل، وهي بهار دجاج. هوني معلقة كبيرة بيكنج باودر. وبس فيكم انتو البهارات اللي بتحبوها تحطوها،
بس انا مثل ما قلت لكم تختاروا البهارات الفاتحة، ما تختاروا البهارات الغامقة. هيك، وهلا بخلطهم كتير منيح حتى نبلش عملية تتبيل. هحاورجيكم خطوات الشغل. اول شي بناخد وحدة من الكريسبي ونحاول نشيل عنا التتبيلة مشان ما يضل عليها. بنبكى اول لكة بالطحين، هيك بتاخد الطحين تمام مثل ما شايفين. هذا بنحطه بالمي، بعدين نرجع بنلكها بالطحين هيك بنكبسها. هيك مثل ما شايفين، هيك بصير هيك إلها مثل الحراشف. هاي بنتركها هون على صينية على جنب. هون مثل ما شايفين عم نعمل البطاطا مقلية، عم نقلي بطاطا. نرجع نعمل وحدة تانية معكم. برجع هيك هي بشيل عنا البهارات، بعملها أول وش بالطحين، بنفضها منيح مثل ما شايفين. بعدين هون مي، وبرجع هيك بكبسها مثل ما شايفين. بعدين بنفضها فبيطلع لها هاي الحراشف، وبتابع هاي العملية كلها بكل الكمية. هلا هون بالنسبة لمرحلة القلي مثل ما انكم شايفين، لازم يكون عندكم تتأكدوا انه الزيت حامي ساخن منيح، واذا كان كتير ساخن هدوا النار تحته بعد ما تضيفوا الكريسبي. وكمان معلومة مهمة انه قبل ما تمسك القشرة الخارجية الكريسبي يعني تستنوا شوي هيك يفوش الكريسبي على الوش. ابدا ابدا لا تدقروا بالمعلقة، والا هاي الطبقة الخارجية رح تفلت عندكم، يفشل كريسبي وتصير كارثة، يعني بتصير عن جد كارثة بالزيت. وكمان إذا حسيتوا النار إنه بردت أو الغاز، يعني بدكم كتير تراقبوا حرارة الغاز، بحيث نحنا ما بدنا القشرة تحترق من برا ومن جوا ما تكون مستوية الدجاجة، ولا بدناها تطول كتير فتقسى معنا، بدنا إياها تضلها طرية. عن جد جربوا هاي الطريقة بكريسبي الدجاج، كتير بتطلع معكم طرية ومميزة. كمان هاي الشغلات، هاي وصفات بصراحة كتير بتساعدني مع بنتي، لأنه ما بحتاج إني بعد عنها وقت طويل، بالذات لما أرجع من الدوام، لأنه بتكون هي مشتاقتلي. فبقعد معها، ولما بيجي أبوها ببلش أنا تحضير الأكل. هون مجهزين الحباشات، خبز تورتيلا، بطاطا، خس، مايونيز، كاتشب ومخلل وصوص كوكتيل، يعني هيك شغلات لجنب الأكل. عن جد بتعملوا أطيب سندويشة بالدنيا، بتتفننوا. وعن جد جربوا هاي الطريقة، قلتلكن قبل وبرجع بقولكن جربوا هاي الطريقة كمان مرة. إذا وصلتوا لهون عن جد لا تنسوا إنه تحطوا لي لايك على الفيديو، وتشاركوه مع رفقاتكم لو عجبتكم الوصفة، لو عجبكم الريتين. ولا تنسوا تتركوا لي اقتراحاتكم للمحتوى الجاي من الفيديو. هوني ورجعتكم هيك على السريع كيف عم مجهزين أنا وزوجي السندويشات، إني عم نتفنن هيك. بحبكم كتير يا أحلى صبايا. سلام، باي باي.